الزمالك يفوز على بيراميدز 1-0 في مباراة بعنوان الصدارة زملكاوية. رغم الأزمات الزمالك يقدر يتفوق على بيراميدز وياخد ال3 نقاط ويتصدر جدول الترتيب. ما عندوش استقرار، هو زمالك. ما عندوش فلوس، هو زمالك وهيفضل الزمالك. شابوه كابتن معتمد جمال، قدم مباراة كويسة قدام فريق كبير بحجم بيراميدز. الراجل ده راجل كويس وراجل فاهم هو بيعمل ايه وعنده تكتيك. وشابوه كابتن معتمد جمال، كمل على كده. وشابوه تاني لدفاع الزمالك كله لعيبة رجالة ولعيبة قد المسؤولية. وشابوه حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل لأنهم عملوا مباراة وأداء عالي جدا جدا جدا. شابوه. طبعا 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 شابوه لناصر منسي الأسطورة. راجل المواقف الصعبة ناصر منسي ويستحق إنه يتواجد في المنتخب. وأي حد يقول غير كده يبقى مفهمش في الكورة يا جدعان. قدر يضحك على الشناوي في واحدة وخد ضربة جزاء مهمة، وهي كانت من أسباب الفوز. شابوه طبعا لبيتزيرا، قدم مباراة عالمية، ولكن زي ما قلت لكم يا جدعان الفينش عند بيتزيرا سيء ولازم يطور من الفينش شوية. لأنه أهدر 3 4 فرص النهاردة كانوا محققين ويقدر يخلصوا لك المباراة من بدري. تسمع بقى أي حد يقول الزمالك مش قادر ينافس وما بينافسش. الزمالك في المنافسة، والزمالك إن شاء الله الدوري الزمالك. وحابب أقول لو ما حليتش تعالى حل فوز الزمالك يا عم. الزمالك بيدي درس قاسي لجميع الفرق، بيقول في رسالة تحذير: إحنا الزمالك إحنا الملوك.